السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم يا أبطال. إزيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا دايما في أحسن حال. النهارده إن شاء الله هنحل امتحان المتوقع للناس اللي ما لحقتش تذاكر أو الناس اللي شافت إن المراجعة طويلة. ذاكر بالله عليك الامتحان ده إن شاء الله تخش تلاقيه. طيب طبعا هنا أنت عندك إيه؟ عندك نص الاستماع، طبعا هنقرأه من الموبايل لأن إحنا طبعا مش موجود عندنا. حلو. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والهويه اهميتها للفرد والمجتمع، فالهويه تعزز الشعور بالانتماء للوطن. حلو الكلام. كما تجمع الافراد حول اهداف مشتركه وتسهم في تعزيز الوحده الوطنيه وتشجع الافراد على المشاركه الفاعله في تنميه بلادهم والدفاع عنها والاسهام في بناء مجتمعات قويه قادره على مواجهه التحديات التي تعترضها. حلو. بيقول لك تقتصر اهميه الهويه على الفرد فقط دون ان يكون لها تاثير على المجتمع. طبعا غلط. تسهم الهويه في تعزيز الوحده الوطنيه وجمع الافراد حول اهداف مشتركه. صح. طبعا تشجع الهويه الافراد على المشاركه الفاعله في تنميه بلادهم والدفاع عنها. صح. هنا بيقول لك ايه؟ تساعد الهويه المجتمع في بناء مجتمعات قويه تكون قادره على مواجهه التحديات. التحديات. شكرا. تمام. خش على التعبير الكتابي. عايزك بقى تركز معاه. هو هنا المفروض ان هو بيطلب منك ايه؟ تعمل مقابله شخصيه. تعمل مقابله ايه؟ شخصيه. مع مين؟ مع الدكتور مجدي يعقوب، بحيث تكون 4 اسئله مع الالتزام بعناصر المقابله. حلو. طيب يبقى احنا هنعمل حديث. اول حاجه هنصنف هيكون مين؟ المحاور، اللي هو اللي هيتكلم. يبقى انا هنا هعمل رقم 1 المحاور اهو، نقطتين. المحاور أول حاجة في المقدمة هتقول إيه؟ يسعدنا أن نلتقي بمين؟ بالدكتور أو البروفيسور مجدي يعقوب. حلو. أو يسعدنا أن نستضيف الدكتور أو البروفيسور مجدي يعقوب. حلو. هنا هنكتب بقى طبعا مجدي يعقوب. مجدي يعقوب. هنكتب هنا ايه؟ الشرف لي وانا سعيد بهذه المقابله. طبعا ايه؟ اهلا وسهلا بكم. حلو. تعالى بقى نروح للدكتور مجدي يعقوب. هنسال بقى سؤال المحاور رقم 1 اهو. المحاور دكتور مجدي، ما الذي دفعك إلى تخصص في جراحة القلب؟ ما الذي دفعك للتخصص، تمام، في جراحة القلب؟ حلو. طيب هنا ايه اللي دفعك للتخصص في جراحة القلب؟ طبعا هنا هنقول ايه؟ مجدي يعقوب او الدكتور مجدي يعقوب، نقطتين. حلو. طبعا هنا ايه؟ لكي اساعد البشريه وانقذ الناس طبعا بفضل الله، ولان جدي مات بسبب مرض القلب. يبقى هنا نكتب ايه اهو؟ لان جدي مات بسبب مرض في القلب فقررت ايه؟ قررت تعلم الطب ودخول كليه الطب. فقررت دخول كلية الطب. ماشي. تمام. حلو قوي. هنا المحاور. تمام. يبقى هنا ايه؟ المحاور. تمام. ماشي. بما تنصح الأطباء الجدد؟ سؤال اهو. بما تنصح الأطباء الجدد؟ دكتور مجدي. تمام اهو. تمام. يبقى هنا نكتب مجدي يعقوب. ماشي. هنا هيقول لك ايه؟ انصحهم بالتواضع ودائما التعلم كثيرا. يبقى هنا يعقوب او الدكتور مجدي يعقوب. هنا انصحهم بالتواضع والتعلم دائما.
طبعا هنا ممكن اسال سؤال كمان، اقول له مثلا دكتور مجدي لما اخترت اسوان بالتحديد؟ يرد دكتور مجدي يقول لك لان اهل الصعيد من افضل الناس وهم دائما يحتاجون الى المساعده. ممكن اقول له في القفله او الخاتمه بتاعتي ايه؟ شكرا لك دكتور مجدي، كنا سعداء جدا باستضافتك. هو يقول لك ايه؟ شكرا لكم واتمنى ان تكون مصر دائما في تقدم ورقي. تعال بقى نروح للقراءه. شريان العالم او شريان العالم قناه السويس. لقد برزت فكرة القناة الجديدة كحل خلاق لمواجهة التحديات الاقتصادية، لكنها في جوهرها كانت أيضا تأكيدا على أن الحفاظ على الهوية الوطنية لا يكون فقط في التمسك بالتاريخ، بل في صنع المستقبل بأيدي أبناء الوطن. إذ شارك الملايين في تمويله من خلال شهادات استثمار جمعت في أيام معدودة، حيث حرصت مصر على أن يكون المشروع بأياد مصرية وتمويل وطني خالص في رسالة واضحة مفادها أن الهوية أو أن الهوية مش الهوية بضم الهاء، أن الهوية الوطنية المصرية لا تحفظ بالشعارات فقط بل بالأفعال، تمام، والمشاريع. ماشي تمام. التي توحد الشعب وتبرز قدراته. تمام. كلمة معناها خلاصتها، لو انت حافظ معاني الكلمات صدقني مش هتغلب. خلاصتها يعني مفادها، يعني خلاصتها. إذا هنا هنكتب كده مفادها. كلمة مضادها تخفي أو تخفي تظهر. ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ اعتمد تمويل مشروع القناه بشكل اساسي على القروض والاستثمارات الاجنبيه. لا غلط، ده طبعا اعتمد على ايه؟ استثمارات محليه، وهي جمعت ايه؟ شهادات كثيره. حلو. يرى النص ان الحفاظ على الهويه الوطنيه يقتصر فقط على التمسك بالتاريخ والماضي. غلط. كيف اثبت مشروع قناه السويس الجديده ان الهويه تترجم بالافعال لا بالشعارات؟ حلو. تعال نطلع هنا بقى اهو. طبعا هنا في رسالة واضحة في صنع المستقبل بأيادي أبناء الوطن. حلو. شارك الملايين في تمويله من خلال شهادات استثمار جمعت في أيام محدودة، حيث حرصت مصر على أن يكون المشروع بأياد مصرية وتمويل وطني خالص في رسالة واضحة مفادها أن الهوية الوطنية المصرية لا تحفظ بالشعارات فقط. طيب هنا أهو تعال نشوف أثبت مشروع. هنا أثبت المشروع أثبت المشروع جدارة المصريين عن طريق القوة الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع. يبقى هنا ترجم بالأفعال لا بالشعارات بسبب أهو أثبت المشروع بسبب مين؟ أهو وحدة الشعب وتنفيذه للمشروع. أو ممكن تقتصر وتقول إيه؟ عن طريق تنفيذ المشروع في وقت قليل. ما علاقة إذ شارك في الملايين في تمويله؟ بص بقى خدها من أخوك. إذ تديك تعليل، إذ تديك تعليل، يبقى هنا طبعا تعليل. ماشي. تعالى بقى ننزل. رابعا النصوص من نص صناع المجد: اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهية رقادي، كل البنات المصلحين الأخلقوا شم الذرى ورواسخ الأطواد، جيلا من النشء القوي إذا مشوا رفعوا الرؤوس بعزة وعناد. حلو. كلمة معناها القمم، هي الذرى أو شم الذرة على بعضها. عايز تاخد الاثنين ماشي. يبقى هنا طبعا إيه؟ أهي هتبقى شم. طبعا المؤنث بتاعها إيه؟ شماء. المؤنث بتاعها ايه؟ شماء. حلو. كلمة مضادها الهادمون البناة. وهنا ممكن نكتب الذرة عادي الاثنين. إلى من يوجه الشاعر خطابه ولماذا؟ طبعا هنا يوجه الشاعر خطابه لمين؟ للشباب. يبقى هنا نكتب ايه؟ للشباب. طب ولماذا؟ اهو لأنهم عماد المستقبل. ما الجمال في قوله لا نوم بعد ولا شهية رقادي؟ طبعا هنا شهية يعني لذيذ، رقادي يعني نوم عميق. طبعا هنا هو شبه النوم بأنه طعام شهي. يبقى هنا الجمال أو شبه الشاعر الكسل بأنه طعام
شهي. حلو. استخرج من الابيات ما يلي اسلوبا وبين نوعه. حلو. تعالى هنا اهو قل. اسلوب ايه؟ انشائي. اسلوب ايه؟ انشائي. نوعه امر، غرض النصح والارشاد. يبقى بين نوعه هقول هنا قل اسلوب انشائي نوعه امر، ما يدل على ترك الكسل. اهو لا نوم بعد ولا شهية رقاد. لا نوم بعد ولا شهية رقاد. اوكي. تعالى بقى نروح للنحو. وما ادراك ما النحو. ركز معايا. حلو. خامسا يا شباب الوطن ان العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة فمصر اليوم اكثر البلاد طموحا في بناء مستقبلها المشرق. فيا عامل اخلص في عملك وقدم لبلدك افضل ما لديك من ابتكار وجهد كي ترتقي امتنا وتنبؤ مكانتها المرموقه بين الامم القويه. حلو. تمام. بيقول لك هنا يا شباب الوطن ان العمل الجاد ماله هو السبيل. يبقى الخبر هنا نوع جمله ايه؟ اسميه. يبقى السبيل خبر وش اللي هو للمبتدا الثاني. يبقى ده كده خبر مرفوع وعلامته الضمه. حلو. طب هنا بيقول لك فمصر اليوم. طبعا ده ظرف زمان وش بحت. ما تقوليش خبر مصر مالها هتقول لي اليوم. لا، مصر اليوم اكثر. يبقى كلمه اليوم هنا ايه؟ ظرف زمان منصوب وعلامته الفتحه. حلو. استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي. عايز منادى معرب، والمنادى المعرب يا إما إيه؟ مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. تمام. بيقول لك فيا عامل وأخلص. لا، عامل هنا نكرة إيه؟ مقصودة. لا، غلط. وما لديك ابتكار كي نرتقي أمتنا ونربو ماشي. يا شباب الوطن منادى مضاف. يبقى هنا منادى معرب. يبقى هنا يا شباب الوطن. طب نوعه إيه؟ مضاف. تمييز محول وبين المحول منه. احنا هنا قلنا اتفقنا قبل كده في المراجعه او في درس التمييز ان المحول ده بيبقى فين؟ يا اما محول عن مبتدا لو بدا بجمله اسميه وفي افعال تفضيل اجمل افضل اسعى احسن اسوأ اي حاجه من الكلام ده. طيب ممكن يبقى محول عن فاعل، ممكن لو قبله فاعل، ممكن يبقى محول عن مفعول لو قبله مفعول، ممكن يبقى محول عن نائب فاعل لو قبله ايه؟ نائب فاعل. حلو. او قبله فعل مبني للمجهول. تعالى هنا بيقول لك فمصر اليوم اكثر البلاد طموحا. يبقى هنا اهو ده محول عن مبتدا. ليه؟ عشان قبليه جمله اسميه بدات بمبتدا. لو لقيت افعل تفضيل في جمله اسميه وبعده اكثر البلاد طموح، كلمه طموح هنا تمييز. تمام. من حيث الطموح يبقى هنا اكثر اهو محول عن مبتدا. محول عن مبتدا. منادى مبنيا وبين نوعه. يا عامل ده نكره مقصوده، والنكره المقصوده والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به. يبقى هنا يا عامل وبين نوعه نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصوده. حلو. احنا هنا كنا بيقول لك اجب عن الاسئله الاتيه. يا مصري اخلص لوطنك. يا مصريا اخلص لوطنك. خلي بالك خلي بالك. يا مصري الاولى دي نكره مقصوده. دي يا مصري. اوعى تقول لي مضاف. دي يا النسب عادي. فانت هنا هتخليها ايه؟ يا مصريان اخلصا لوطنكما. حلو الكلام. يبقى هنا يا مصريان اخلصا لوطنكما اهو. اوكي. يبقى هنا ايه؟ اخلصا لوطنكما. طب هنا يا مصريا اخلص لوطنك. يا مصريا اخلص لوطنك. يبقى هنا هنقول ايه؟ يا مصريين. خلي بالك ده معرب. ها؟ اخلصا لوطنكما. اوكي باركيه. خلاص تمام ماشي. هنا بيقول لك ايه؟ ازداد انتاج المصنع. اجعل الفاعل تمييزا. اعمل مقص. يبقى هنا ازداد المصنع انتاجا اهو. ازداد المصنع
انتاجا اهو كده بقى محول عن ايه؟ عن فاعل. حلو تمام زي الفل. ماشي. بيقول لك حضر الحصه 11 طالب و13 طالبه، اكتب الارقام بحروف عربيه. اكتر سؤال مجنن المرحله كلها. ايه ده يا عم؟ حلو. طبعا 11 بيتكتب زي ما هو، يبقى هنا هنقول ايه؟ حضر الحصه حلو 11 طالبا. ليه بقى؟ اللي بيجي بعديهم بيبقى تمييز، اوعى تنسى طالبة، سوري طالبة، يبقى هنا اللي بيجي بعدهم بيبقى ايه؟ تمييز. طالبة فصل. حلو. بيقول لك و13 طالب، خلي بالك ان العدد 3 بيخالف، من 3 ل 10 بيخالف. طب انا اعمل ايه؟ واحده واحده. بص يا عم، هقول لك هنا لو جالك 13 14 15 خلي ال10 زي المعدود. مين المعدود؟ طالبه. نزل طالبه كده الاول اهو لوحدها عشان بس انت ما تتلخبطش اهو. طالبه كده كده بقت تمييز. نزل رقم 10 زي ما هي مع الطالبه، يبقى هنا 10 اهي هتطابق. حلو. طب اعمل ايه؟ 3 بيخالف، يبقى خليها ايه؟ حضر اهو. هنا الحصه 3. ليه بقى؟ عشان خاطر ان 3 هنا بيعمل ايه؟ 3 بيخالف، 3 بيخالف، 3 بيخالف، 3 ايه؟ بيخالف، 3 ايه؟ بيخالف. حلو؟ طيب كده زي الفل. بيقول لك هنا صوب الاخطاء الاملائيه. استعد، طبعا ادي اول حاجه، دي همزه قطع. لا ده ايه؟ المفروض ان هو فعل ماضي خماسي يكتب بالف ايه؟ وسط. استعد بن مصر، لا طبعا استعد ابن مصر، يبقى هنا ايه؟ استعد ابن مصر لاستقبال اكتوبر. لا طبعا اكتوبر هي فيها غلط، هتبقى كده اكتوبر. بالعمل واعطى، ادي هنا في همزه قطع اهي، ده لفعل ماضي. وطنه اهتماما، غلط، هتبقى بايه؟ اهتماما. حلو تمام زي الفل. خلصنا. يا ريت تذاكر الامتحان كويس قوي، حته الاعداد والاعراب. اشوفكم على خير ان شاء الله بعد الامتحان. طمنين عليكم، توحشوني قوي. سلام.